بتحس دايما انك بتجري في سباق مع الزمن، وممكن تشتغل 10 ساعات كل يوم ومع ذلك اللي وراك ما بيخلص. يبقى ضروري انك تسمعني كويس، علشان لو مش بتدير وقتك صح يبقى انت بتضيع مبيعاتك وفلوسك وحياتك الشخصية. لو بصيت لوقتك اللي انت فاكر انك انت بتستخدمه صح، هتلاقي جزء كبير منه بيضيع في اجتماعات او كلام في التليفون في موضوعات مش مهمة، وطبعا ده غير الجلسات الجانبية مع الزملاء. طيب وايه الحل؟ ببساطة خلي تركيزك دايما على الحاجات اللي بتجيب نتائج، ولازم دايما تكون بتعرف تفرق ما بين المهم والملح، علشان ما تفضلش في دايرة مغلقة من حاجات شغلاك ملهاش اي تأثير على مبيعاتك. وخلي بالك من القاعدة اللي بتقول ان 80% من مبيعاتك بتيجي من 20% بس من المهام اللي انت بتعملها خلال يوم، واللي انت المفروض تكون بتديها كل تركيزك، زي مثلا الصفقات اللي انت قربت تقفلها، زي العملاء اللي خلاص جاهزين للشراء. وابعد عن اي حاجة ممكن تضيع لك وقتك وملهاش اي تأثير على انتاجيتك ولا مبيعاتك. وفي ادوات كتير ممكن تساعدك على كده، مثلا انك تتعلم ماتريكس ايزنهاور، وده اللي بيقسم المهام لاربع خانات: المهم والعاجل وده اللي لازم تعمله فورا، المهم وغير العاجل وده اللي بتحطه في خطتك، الغير مهم وعاجل وده اللي بتفوض فيه حد غيرك، الغير مهم وغير عاجل وده طبعا اوعى تعمله. وكمان في ادوات وبرامج بتساعدك جدا انك تنظم وقت، زي نوشن، تريلو، وكمان تستخدم نظام CRM علشان مفيش عميل يقع منك. واحذر جدا من مضيعات الوقت: السوشيال ميديا، المحادثات الجانبيه، اجتماعات ملهاش لازمه، مكالمات طويله، وكمان انك تحط على نفسك مهام كتير في وقت صغير. من فضلك ركز وخلي دايما في دماغك ان وقتك هو عمرك وفلوسك، فما تضيعهمش. ولو طبقت اللي احنا قلناه هتشوف فرق كبير في وقتك ومبيعاتك ونجاحك. سلام.